وده غدانا النهارده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم بقى، عايز رايكم بصراحه بصراحه بصراحه. يعني بصوا، الف هنا وعافيه لله ياكل، الف هنا وعافيه، الف هنا وعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض دلوقتي تسبيكة المحشي. انا سلقت الكرنب زي ما وريتكم، بعمل التقليه بتاع المحشي بقى. لازم طبعا بصوا البصل كتير، والله بصوا اهو كتير اهو. المحشي كل ما كتر البصل بيدي حلاوه قوي في المحشي، بيدي طعم حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب يا جماعه، صلوا على الحبيب. يملى بكم بالخير يا رب. الحاجه الحمد لله رخصت في السوق اهي شويه، في حاجات نزلت. هو البصل بس اللي شادد حيله، بس برضه معقول يعني. حتى لو واحد مش هيجيب كيلو هيجيب نص كيلو. اهم حاجه البيت ما يبقاش ناقصه حاجه. ومهما يكون والله يعني الواحد مزنوق او كذا او كذا او كذا، ايا كانت ظروفه، محدش بيحرم عياله من حاجه يا جماعه. محدش بيحرم عياله من حاجه. ربنا ما يحرج حد، ويرزق الجميع يا رب العالمين يا رب. ربنا يرزق الجميع يا رب. بصوا بقى، انا البصلات دبلت اهي. بحط معاها ايه بقى؟ خليكم معايا. بصوا يا جماعه، ليله المحشي ادي قرن فلفل اخضر سبايسي سبايسي، عشان انا بحب المحشي بس مش قوي طبعا، عشان العيال الصغيره، وعشان جوزي كمان مش، والله بصراحه مش بيحب الشطه. بس لازم المحشي، ما فيش فيه اكلات كده سبحان الله مش بتنفع من غير الشطه. المحشي اللهم صل على النبي، قاعده اذكر واقول لكم، بس في كذا حاجه مش بتنفع من غير الشطه، اولهم المحشي. بصوا، ملح، توابل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدي يا توت، خدي. معاكم يا جماعه اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله. البصليه خلاص اهي، شايفين؟ اقرب لكم كده اهي. في ناس بتحب تاكل المحشي ني، بس انا صراحه ما عملته مره، ما عجبنيش بصراحه. مش احنا متعودين على طعم التسبيكه في المحشي كده يعني. خلاص البصليه كده. بصوا، دي صلصه، شويه صلصه على طماطم لسه معصوره، بحطها كده. اللهم صل على النبي. شايفين اللون عامل ازاي؟ والله التصوير ظلم ان هي غامقه عن كده، يعني صلصه يعني. بس طبعا دي تاخد شويه برضو. على فكره انا في الفيديوهات بتاعتي لما بسبك حاجه بقول نفس الكلام والله، عشان فعلا دي بتدي حلاوه، بدل ما كل شويه نجيب صلصه جاهزه لو مش عاملين صلصه في البيت. طبعا اللي بتبقى فيه مواد حافظه والكلام ده مش قد كده للصحه يعني، مش اللي هي يعني. فبحطها كده شويه اهي. ودلوقتي البنجر كتير بمناسبه اللفت يعني. بنجر كتير، فممكن تضربي حته بنجر افيد طبعا في الاكل. بالنسبه للاولاد الصغيرين طبعا الانيميا والحديد ومش عارفه ايه، افيد في الاكل جدا. احسن ما نحط الصلصه اللي فيها مواد حافظه، او احسن من اي حاجه، او نحط معلقه بابريكا اللي هو الفلفل الحلو مطحون. هنسيبها تسبك كده، ونجيب له طبقه المعصوره، وان شاء الله تعملها. يلا خليكم معايا يا حبايبي. هو وصل معايا لحد هنا، لايك 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 وتعليق حلو منكم طبعا، والله كلكم الله يسعدكم، بتعملوا لي تعليقات والله بفرح بيها جدا. يا رب يوفق الجميع يا رب، ويكبر قنواتكم. اخواتي وحبايبي، خلاص التسبيكه بتاع المحشي اهي ما شاء الله. احط لها بقى التوابل، شطه مش مكتره الشطه دي والله. التتبيله اللي انا بعملها، الملح، الكزبره، انا حطيت هنا الفلفل، وحطيت هنا اللهم صل على النبي. انا بنسى والله العظيم كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اهو. طبعا مجهزه الخضره اهي، غسلاها ومنضفاها ومصفياها.
شايفه كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا انا شلت شويه قوطه من التسبيكه دي اهو نحطها على وش المحشي. شوفها كده، كفايه خضره كده حلوه قوي. هي الخضره كتير، الكزبره جميله طبعا، تبقى حلوه جدا للمعده على فكره. الكرنب بيعمل طبعا انتفاخ وكده، فاحنا بنحط الكزبره، كتر الكزبره عشان كده، عشان الكزبره حلوه جدا. طبعا وضبنا الفلفل والباذنجان الابيض والباذنجان الاسود، جهزت كل حاجه. هنوضب مع بعض ورق الكرنب بقى ونلف وندقق ونرجع تاني. هنا حطينا رز اهو، نديله تقليبه بسيطه. طبعا كده كل حاجه اتظبطت، والملح طبعا، كمون. ايوه حطيت الكمون ده، لا كنت ناسيه اقول، الكمون اهم حاجه في المحشي والله. ربنا يسعد كل ايامكم يا رب. شايفين التسبيكه عامله ازاي؟ شايفين الرز ما شاء الله جميل. نسيبه بس دقيقه كده على النار، خليك شغاله زي ما انتي. سيبه دقيقه على النار عشان خاطر الرز يتشرب شويه بس ايه. تمام. واللي وصل معايا لحد هنا اخواتي وحبايبي يصلي معانا على حبيب الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدنا محمد. ومعنا ورق الكرنب اهو، بنوضبه كده بقى. اللهم صل وسلم كده. نشيل العصايه بتاعته ونظبط الورقه حسب الورقه بقى. بص يعني ممكن الورقه تعمل 4 قطعيات كده، دي كويسه تعمل 3 كده. عقبال ما الرز يشرب سنه كده انا ايه بكون وضبتهم على طول. انا موطيه النار على الرز حبه عشان هما بيحبوه مستوي، مش بيحبوه ايه، انا احبه مفلفل كده اهو. كده مع بعض يا جماعه ظبطنا الدنيا. نلف بقى مع بعض كده. كده وضبنا كل حاجه اهي. الحله حطيت فيها بصله، طماطميه طرنشات، شويه تسبيكه من بتاع المحشي، عشان انا بحط معلقه كده من تحت ومعلقه على وش المحشي. قطعت كام عصايه من بتاع الكرنب. نبدا بقى مع بعض نلف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعدل الورق كده. انا ما بعرفش الف يا صراحه بجوانتات ولا الكلام ده. نتني بس حرف الورقه دي كده اهو اهو. بصوا صباع صغنن كده وحلو. بحب اخد ايه رقه من الورق الاخضر ده، جميل على فكره. الورق الاخضر ده كانك مثلا حاشيه، زي ما في ناس بتحب ورق الخاص وناس بتحب ورق السلق. في ناس بتعمله محشي. انا ما جربتش ورق السلق ده بصراحه كده. بيبقى حلو قوي على فكره. لا ما جربتوش لا صراحه. وان لازم ست البيت يكون ايديها في ريحه الاكل عشان تكون ريحتها جميله، ويكون من قلبها اللي هي تعمل الاكل ده عشان الاكل يطلع جميل اسمعوا ويعجب كل الناس. نصيحه حفيدتي بتقول لهم ايه، لازم الواحده يكون ريحه الاكل في ايدها. ونبص كده البنات الصغننين، في بنات والله مش بتعرف تلف المحشي، عشان كده احنا كلنا الكبار شاطرين وحلوين. بصوا اهي، بصي اهي، اتني حرف الورقه كده بس اهي اهو. واخدها مدور كده في الحله. اهو يا جماعه بالحق. في ناس كتير قوي بتقولوا لي من دول، استنى يا محمد، في ناس بيقولوا ان في مجموعه بتخطف الاطفال من عند المدارس ومن عند الحضانات. بالله عليكم خلوا حد كان باعت على الجروب امبارح كده مع بعض اهو. خلصنا الصف الاول، الصف كده اهو اهو
بنعكس بقى الرصه التانية، بنخليها عكس كده عشان ياخد كله ايه سوا واحد. اتحدى اي واحده تعمل محشي زي الواحده المصريه ايا كانت منين، محدش يعرف من محشي زي المصريين. بس كل بلد وليها حلاوتها طبعا، وكل بلد وليها اكلها. والعراق ورانا وعامريه القمر، الجزائر برضو ليهم اكلهم حلو قوي. نوجة المغرب واهل المغرب، حبايبنا من السعوديه، كل اخواتنا وحبايبنا طبعا هم عندهم اكلات احنا كمان ما نعرفش نعملها. يعني الكبسه السعوديه، القلقاس في الجزائر اسمه كوناس، ما اعرفش يا عمريه كتبت لي اسمه وانا والله نسيت اسمه، غريب كده مش زي عندنا ولا اسمه ما اعرفش. لا المندي ده في العراق عند رنوش طبعا. في العراق وفي كل دول الخليج، المندي في كل دول الخليج. بس كل بلد وليها حلاوتها، وكل بلد وليها ميزاتها واكلاتها. ربنا يحمي كل الدول العربيه يا رب. خلي بالكم يا جماعه كمان مره بالله عليكم من اطفالكم والحضانات، الام تودي الطفل المدرسه تاكد على المدرسه برضو، يعني ممنوع حد يجي ياخد الطفل، ممنوع كده. ربنا يحمي كل اولادنا يا رب، ربنا يحمي كل اولادنا يا رب بحق جاه الحبيب النبي. نعمل بقى هكمل وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بدا يغلي اهو، احط على وشه بقى زي ما قلت لكم الطبق الصيني ده كده على وشه كده. بصوا اي شوربه زياده ممكن احوشها عادي، لو في شوربه زياده بحوشها، بس هي كده لا مفيش زياده. اوطي بقى على الاخر كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وادي الفلفل والباذنجان اهو نسقيهم برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو الشوربه بتاع الباذنجان زادت بقى والفلفل بتبقى حلوه جدا بقى، مش زي المحشي كرنب او ورق العنب لا. اهو برضه نحط عايز حبه كمان اهو. حطينا طبعا برضه عليه معلقه زيت وغطي بقى وسيبهم على نار بس تبدا تغلي، وبعد كده وطي عليها اهي. عشان كده الشوربه كانت بتغلي لما خدتها وظبطت الملح بتاعها اهو. غطيها بقى واسيبها تستوي. وده غدانا النهارده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم بقى عايزه رايكم بصراحه يعني بصوا، الف هنا وعافيه لله ياكل، الف هنا وعافيه، الف هنا وعافيه.